الاهلي يا سادة صاحب السعادة. الاهلي دايما منور ودايما كده مشرفنا في افريقيا ودايما رافع راس مصر ودايما ان شاء الله ويرفع راس مصر على طول ويكون سبب من اسباب سعادة الكرة المصرية والجماهير المصرية وخصوصا الجماهير الأهلوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا على كل محبينا ومتابعينا على قناتكم قناة حائط صد أهلاوي اللي صوتها صوت كل أهلاوي. عاملين إيه؟ أحسن أهلاوية، أحسن ناس متابعين، يا أحسن ناس محترمين. يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. وسم الله صاحبي ونصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ونخش في الموضوع على طول. بس قبل ما نخش في الحلقة، طلب من أخوكم سلطان، عايزك بعد اذنك لو اول مره تظهر لك القناه او يظهر لك الفيديو، استاذنك لو عجبتك الحلقه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير حرف في كل مكان وتشرفني بتعليقك على الفيديو وتدينا لايكك المتين، لان حضرتك ده بيكون داعم لينا وبيظهرنا للناس اكتر وبيظهرنا للاهلاويه اكتر واكتر. وان شاء الله القناه دي في يوم من الايام لو كانت حاجه هتبقى بفضلكم انتم يا اهلاويه. انتم ان شاء الله بعد ربنا هتبقوا اصحاب الفضل على القناه ديت. طيب الاهلي امبارح ربنا كرمنا، كسبنا. الشوط الاولاني الاهلي كان مضغوط 20 دقيقه، 20 دقيقه مضغوطين، 20 دقيقه كنا قلقانين، 20 دقيقة من كانوا دون المستوى. لازم نقول دي ونقول دي، لكن الأهلي استوعب، الأهلي فوق، اللعيبة ابتدت تركز وربنا كرمنا وختمها بهدف في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول بهدف محمد عبد المنعم اللي كان معتاد بيسجل في الرجاء. محمد عبد المنعم كان معتاد بيسجل في الرجاء. والشوط الثاني ابتدى بقى كولر يخطط وابتدى يركز وايه، وقال لك نزل بقى حمدي فتحي اللي كنا نفسنا حمدي فتحي يبدا المباراه، لكن الراجل طلع اتكلم وقال لك ان حمدي فتحي كان تعبان شويه، فقال لك اريحه وانزله في الشوط الثاني او منتصف الشوط او النص ساعه الاخيره من الشوط الثاني. فالحمد لله نزل حمدي فتحي، عمل شغل جامد، عمل شغل جامد. خلى كهربا خد جنب يمين وخلى حسين الشحات خد جنب شمال وفضوا السكه، وده كان خطط من خطط كولر. فتحوا اللعب اللي عملها بيرسي تاو بسن الجزمه بقى زي ما بيقولوا، واداها لحمدي فتحي زغرطت في ايه، في الشبكه بتاعه الرجاء. والحمد لله الاهلي كان مختلف، الاهلي كسب باقل مجهود، الاهلي كسب باقل مجهود، كسب، وده اقل حاجه عندنا زي ما بيقولوا. احنا بنتكلم ككوره، الاهلي كسب باقل مجهود. حمدي فتحي نزل امبارح ربنا كرمه، ومش اول مره حمدي فتحي يسعدنا، ساعدنا في ماتش بيراميدز وساعدنا في ماتش الزمالك برضو كان في السوبر، وفي ماتش بيراميدز في الكاس. يعني حمدي فتحي دايما سبحان الله مجتهد، ودايما ربنا يديله. زي ما قلت قبل كده، حمدي فتحي اللي بيكشر ده وبيصدر لنا التكشيره، بس حمدي فتحي راجل وكلنا بنحبه وكلنا بندعمه وكلنا في ظهر لعيبه الاهلي جميعا. كل جماهير الاهلي في ظهرهم. اللي جماهير الاهلي امبارح كانت عامله سيمفونيه، ولا اروع ولا اجمل من كده جماهير الاهلي، اللي ليا كلام عليهم بس شويه شويه، لان انا في حاجه حصلت لازم، مش هسكت، مش هسكت وهتكلم وهقول. طيب معانا تصريحات كولر بيقول: علينا أن نظل في حالة تركيز، سنسعد الليلة قليلا ولكن اعتبارا من الغد سنغلق تلك الصفحة وكأن شيء لم يحدث، وسنذهب للمغرب وكأننا تعادلنا سلبيا في القاهرة، وسنبذل كل طاقتنا وتركيزنا في مباراة الإياب هي الأهم. ده المدرب اللي فاهم، ده المدرب الواعي، بيشتغل دايما على ان الشوط الاولاني خلص، اللي هي المباراه اللي بنقول عليها الشوط الاولاني عشان لسه في عوده تاني في المغرب. قال لك كانها لم تكن، لان مباراه الحسم في المغرب وان شاء الله هنحسمها في المغرب. طبعا بنقول لفرقه الرجاء ليكم كل الاحترام والتقدير، فرقه كبيره، فرقه محترمه، واحنا احترمناهم امبارح، احنا احترمناهم امبارح عشان هم خصم محترم وكان ليه افضليه زي ما قلت لحضراتكم في بدايه في اول 20 دقيقه من الشوط الاول. تراجع السولية لا اتفق، اللاعب يقدم مستويات جيده واختلف مع الراي انه متراجع وحمدي فتحي عائد من دور بارد لذلك لم يشارك اساسيا. اهو زي ما قلت لحضراتكم ان هو كان بيقول ان هو تعبان شويه،
وعنده دور برد، طبعا بنتمنى له السلامه والشفاء وربنا يشفيه ويعافيه. طبعا عمرو السوليه اساسي من اساسيات الارتكاز في نص الملعب. ديانج لسه مش مظبوط. ديانج مش ده ديانج اللي احنا نعرفه. ان شاء الله ديانج يعود، لان ديانج منتظرين منه الاحسن من كده، الاحسن من كده، لان ديانج لاعب كبير محدش يختلف عليه. وكمان كولر بيقول اعتقد ان اداء الحكم اثر على نتيجه المباراه. الحكم كان جيد، اتخذ قرارات سليمه. هناك لعبه واحده فقط بها شك، لا اعلم ما اذا كانت الكره لمست يد مدافع الرجاء داخل المنطقه. لولا اولا ساشاهد اللقطه مره اخرى واحكم بنفسي. اللقطه دي اللي هو بيتكلم عليها كولر، طلع جهاد جريشة، مش عشان جهاد جريشة قال او ما قالش، الكرة ضربة جزاء صرف، والحكم السوداني كان لنا تحفظ عليه قبل الماتش. وانا هنا طلعت واتكلمت مع حضراتكم وقلت ان الحكم السوداني مش قد ماتش كبير زي ده يا جماعه. طيب لو لا قدر الله كان الماتش خلص 0-0 وكرة مثلا زي اللي جت دي ما اتحسبتش، كان هيبقى شكلنا ايه؟ طب ما انت عندك فار، اسمع الناس بيقول لك ايه في الفار. اسمع، والله هو الطقم كله تعبان. ما عشان نفهم الاتحاد الافريقي عايز مننا ايه. الاتحاد الافريقي عايز مننا ايه؟ انت المفروض اتحاد افريقي يبقى عندك حكام مستويات عاليه، مستويات عاليه، يبقى نمبر 1. لازم يبقى عندك حكام نمبر 1، عشان حرام ايا كانت الفرق، ايا كانت الفرقه، فرق كبيره ما ينفعش فرقه تتظلم عشان الحكم. وبعدين انت عندك فار، يعني من دور الثمانيه في فار، ارجع وشوف الفار يا عمي. ماشي ممكن تكون صح، ارجع تاني وشوفها، ايه المشكله؟ ما هي اللعبه ممكن تاثر على الماتش كله. وانا هجيب لحضرتك بص كده، دي اللعبه، الصور قدام حضراتكم اهي يا جماعه، دي اللعبه من اولها، جايبها لكم قطع مقطع متصور زي ما حضراتكم شايفينها. اللعبه من اولها جايه ازاي؟ اللعبه من اولها اهي، جت للاعب ايده، وبعد كده الناحيه التانيه برضو جت ابتدت تلمس الايد، وقع كان جوه في منطقه الجزاء. ما اعرفش الحكم ازاي ما حسبهاش. يعني الكره اهي، الكره في ايده، في ايده دايركت، في ايده دايركت، ضربة جزاء صحيحة 100%، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. بس مش عارف الحكم ما حسبهاش ازاي. ده يقول لك ان ده حكم غير جيد انه يحكم مباراة مهمة زي دي. يحكم مباراة مهمة زي دي يعني لازم يكون حكم واعي، لازم يكون حكم بيرفكت، لازم يكون حكم زي ما بيقولوا كده بقى ايه، يعني فاهم في اللعبة، ويروح ويرجع للفار عشان ما تظلمش فرقة على فرقة. عشان زي ما قلت لعبة هتأثر على الماتش كله، لعبة هتأثر على الماتش كله. طيب منذر الكبير بيقول مباراة الإياب أمام الأهلي، ده مدرب الرجاء، المقابلة ستقام في أجواء أخرى وملعب آخر. ما زلنا نتمسك بحظوظنا في التأهل إلى نصف النهائي، هذا هدفنا وقادرون على تحقيقه. من حقك كل فرقة أو كل مدير فني من حقه إن هو يبقى عنده الحافز لفرقته، أو يحفز فرقته عشان يطلع عندهم الطاقة ويطلع عندهم الرغبة. لكن احنا بنقول لك يا كابتن منذر، لا ان شاء الله النادي الاهلي هيتم ال50% الباقيين او ال40% الباقيين من المباراة ان شاء الله في المغرب، ونصعد ونقابل الترجي، لان احنا كده كده شكلنا كده رايحين للترجي. مرحب بالترجي، ومرحب بالكابتن نبيل معلول اللي كان طالع يقول لك الاهلي عادي، انا قابل الاهلي مفيش مشكله، واحنا عايزين نقابلكم ونفسنا نقابلكم عشان في بينا كلام كوره هنقوله مع بعض. وكمان كل اللي بيقول لك فوز اليوم لم يسهل اي شيء، لكنه يمنحنا افضليه. الامور ستكون صعبه للغايه في المغرب. هو ده بقى اللي احنا بنقول عليه مدرب واعي، مدرب فاهم، مدرب مش قاعد بره كده، مدرب بيقول لك انا لسه ما عملتش حاجه، لسه ما عملناش اي حاجه. ان شاء الله بالتوفيق لكولر، وبالتوفيق للجهاز الفني، وبالتوفيق للعيبه ان شاء الله نحسمها من المغرب. بيقول لك الشحات قدم اداء خارق امام الرجاء، والاهلي لا يلاعب نفسه. الكابتن حسين الشحات ما شاء الله مستواه بيعلى ماتش عن ماتش. عمرك ما هتلعب امتوشتك كلها بيرفكت عالي، ولا عمرك هتقلل يعني، ولا عمرك هتبقى تحت خالص ولا فوق خالص. ايام كده وايام كده. وحسين الشحات ما شاء الله عليه الفتره دي طالع، ما شاء الله، ما شاء الله، ربنا يزيده ويوفقه، لان احنا عايزين حسين الشحات بيفوق، ما بيفوق
يفوق معاه الفرقه. حسين الشحات لاعب كبير ما حدش يختلف عليه، وان شاء الله بالتوفيق لحسين الشحات في اللي جاي. ادي الكابتن حسين الشحات كمان ليه تصريح بيقول لك توقعنا الهجوم الضاغط للرجاء وفرضنا سيطرتنا على المباراه. فرضنا سيطرتنا على المباراه، هو ده اللي انا بقوله، ان جاي عايز يقول ان احنا بنلعب فرقه كبيره بحجم الرجاء المغربي، وان شاء الله يا حسين، ان شاء الله يا حسين نشد شويه، وان شاء الله نفرح اكتر بماتش العوده ان شاء الله يوم السبت. يوم السبت، وان شاء الله تكون الفرحه الكبيره بقى، عشان في ناس بيزعلوا او في ناس بيتضايقوا ان احنا امبارح كسبنا وسهرناهم معانا. والاهلي حدد خلاص ان يوم الثلاث 25 هيسافروا الى المغرب، ورئيس البعثة محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأستاذ محمد الغزاوي رئيس بعثة النادي الأهلي في مباراة الأهلي والرجاء اللي إن شاء الله هتقام يوم السبت. عندنا لازم، ما هو أنت هيسيبوك كده. رضا عبد العال بيقول لك النادي الاهلي قوي وهيمشي رايه في موضوع ايقاف كهربا، وده في فيديو هنسمعه دلوقتي هنشوفه قال ايه. كهربا رضا عبد العال ما تعرفش تعبان ومتضايق من الاهلي ومتضايق من كهربا، مش عارف، لازم يطلع اي كلمه ولازم يفضل يغلين كده. طب نشوف رضا عبد العال قال ايه ونرجع ونرد عليه. لايكاتكم يا جماعة عشان الفيديو يظهر لكل الناس. نشوف رضا ونرجع تاني. بس انا عايز اقول لك، انا فاكر في الوقت الخاص بتاع ماتش الاهلي والزمالك نهائي القرن ده، ان قال لك لو النهائي مصري اهلي وزمالك هتلاقي هنا في القاهرة. لا هنا كان في القاهرة. لا هتلاقي في القاهرة. لا يا حبيبي هنا في القاهرة. طرفين مختلفين من بلدين مختلفين هتلاقي في ماتش لا يا حبيبي. لا لا اسمع بس كابتن. لا قال لك هنا في القاهرة. انا فاكر والله. قال لك هنا في القاهرة. لا كلامك مش طب صل على النبي، سيبك من دي. اه طب انت ما انسحبتش ليه لما جه وانت حسيت انسحب ايه يا كابتن؟ الاهلي ما انا الاهلي بينسحبش برضه انسحب ليه يا كابتن؟ اهو بيجاوب عليك. ما بينسحبش يا كابتن رضا. طب ما هتنسحب من السوبر اهو عشان كهربا. مفيش الكلام ده. ما في مين هو طلع بيان رسمي يا كابتن؟ اسمعني بس، ما هو طلع بيان رسمي. اسمع بس، ضغط عشان عقوبه من 12 مباراه هتنزل لاربع ماتشات، من مليون جنيه هتنزل 500,000 عادي. لا حصلت امام عاشور، بس لغايه دلوقتي ما حصلتش كده. مين اللي امام عاشور؟ حصلت. ده توقف ال 12 مباراه. انت نايم ولا ايه؟ لا نزلت 8 نزلت 8. ما نزلتش 12 مباراه. شيكابالا قعد 8 شهور. ايه؟ ما قعدش يا كابتن 8. بس انا هنا احيي النادي الاهلي. اسمع بس. احيي النادي الاهلي لانه قوي وبيقدر يعمل ضغط فبيرعب الناس. ما هو انت اقول لك على حاجه، هي حقوق يا كابتن، حقوق انا بدور عليها دايما. هنا مش حقوق، هنا مش حقوق. بص انا دلوقتي لعيب عندي غلط، وضع طبيعي. هو كهربا غلط ولا ما غلطش؟ اخطا اكيد صح. لو ثبت انه اخطا يبقى يستحق العقوبه. امال هو خد العقوبه دي؟ طيب خلاص. اخطا. هو كان بيقول صلاه النبي احسن. ايه المشكله؟ كانت اخطا، ولو هو ثبت انه اخطا من خلال التحقيقات انا هو ثبتت. طيب وانا اديت عقوبه. طيب صح تمام. بس النادي الاهلي هنا بقى يتحسب له ان بعمل ضغط، واخد بالك، عشان العقوبه دي لا مش اللي هي مشيت. لا ضغط. لا هقول لك مش ضغط. والمصحف ضغط. طبيعي ان انا بستأنف، انا عندي لعيب وبخش. انت ما فيش في اللائحه. هي مش فكره هو كابتن. ماليش دعوه. طب ما انت وقفت. هو في ماشي. انت ما وقفت واحد 8 شهور كابتن، ووقفت واحد 12 مباراه كابتن. صح كابتن يبقى نلوم بقى مين في الكلام ده كله؟ هنا مجلس الاداره. بس لا يا كابتن، ما هتفرق. النادي الاهلي قوي عشان بيضغط، عشان بيدور على حقوقه. هنا تلوم مجلس الاداره يا كابتن اللي هو ساب العقوبه وما عملش الكلام ده. كابتن ابو الدهب بنقول الكلام المظبوط بس عشان في استئناف لعيب. طب الاستئناف ده ما مفيش لا مع شيكابالا ولا مع امام عاشور. ما ترجع تخفض مع شيكابالا والله. ده 8 شهور اتخفض. يا جماعه بس فكرونا ده كانت اتخفضت اهو، بيقولوا لي اتخفضت. ماشي قعد 8 شهور. اتخفضت برضه قعد 8 شهور. بس انا دلوقتي 8 شهور ده اللعيب دلوقتي طلع من لجنه الانضباط او لجنه الاستئناف حاجه بخصوص كهربا لسه عشان انت تقول هينزل الاربع مباريات ونص. انا اللي بقول لك اهو بعد القلق ده واللي النادي الاهلي عمله، وده حاجه تحسب للنادي الاهلي لانه قوي يا كابتن. ان عدت 6 ماتشات مش هطلع معاك تاني. لا يا كابتن ما تقولش كده عشان تطلع معانا، احنا عايزينك على طول معانا. لا ما انا بقول لك وانا برضو برجع اقول لك ايه،
ده عشان النادي الاهلي قوي، واخد بالك، وغصب عن اي حد هيمشي قراره. ودي تتحسب هو معروف للأهلي يا كابتن كابتن قوه ولا النادي تتحسب؟ الاهلي. طب ما انا بقول لك وقوة إدارته تحسب، دايماً. وانا بقول لك لا. قوه ادارته دايما موجوده. بس في جميع هو انا الأوقات. دلوقتي انا لما بدور على حقوق لعيبتي، ان انا بدور على حقوق لعيبتي، يبقى انا قوي، ان انا مش عايز كهربا ايوه يتوقف، بس اصل كابتن رضا متألق بيتكلم على اساس وفترة. الاهلي ده قوي، دي حاجه وحشه، دي حاجه لا ده حاجه انا اللي بقول حلوه. حاجه وحشه، ده انا بقول لك لا، ده هو قصده حاجة حلوة. انتوا قاعدين نايمين ولا ايه؟ لا، ولا أنا بتكلم فيه. ولا انتوا ماسكين المسمار ومش واخدين بالكم؟ أنا انا بقول بتكلم. لك قوي جدا. طيب اعمل ايه؟ اقوى حاجه في الرياضه في مصر النادي الاهلي. هو ده مزعل حد يعني؟ ايه؟ مزعل حد؟ طب انا يا كابتن على رضا، حد. يا كابتن رضا، راعي حاجة حلوة. الكل، راعي الكل، اتحاد كوره بقى، لجنه معرفش طب ايه، هنعمل إيه لجنه طب؟ ايه، لجنه ايه، واخد بالك؟ فهو راعب الدنيا كلها لان هو اقوى حاجه. يعني اذا يا الرياضة. كابتن النادي الاهلي بيتحارب في افريقيا اهو. بتحارب فين؟ بيتعمل طب ما عليه مؤامرات عملتش في ليه افريقيا. الكلام؟ لا يا اكتر حبيبي، نادي انا في لو افريقيا كنت بيتحارب. انا لو كنت والله العظيم اسمع أكتر- بس، والله اسمع أكتر بس، نادي بيتحارب انا يا لو كابتن. خدت قرار كابتن. الانسحاب في ماتش الوداد ده اقسم بالله كابتن الدنيا كانت إزاي؟ اتقلبت. طب يا رضا عبد العال، انت عايز ايه؟ فهمنا بقى انت عايز ايه؟ بتقول ان شيكابالا اتوقف 8 شهور، وبتقول ان امام عاشور 12 ماتش. انا ما شفتش شيكابالا اتوقف 8 شهور. 8 شهور على ايه؟ ده اكتر واحد غلط في جماهير الاهلي شيكابالا. اكتر واحد سب جماهير الاهلي شيكابالا. رفع الحذاء في وش جماهير الاهلي ولا اي حاجه. الماتش الاخير اللي الزمالك اتروق فيه 3 من الاهلي، شيكابالا راح استفز الجمهور ورايح يتدرب هناك عند منطقه جمهور الاهلي. طب انت ليه ما بتقولش ده ليه كله يا رضا؟ دي حاجه. طيب الحاجه التانية، موضوع امام عاشور، انت بتقول 12 ماتش، الزمالك ما تقدمش ليه بتظلم؟ الزمالك ما تقدمش ليه بتظلم ساعتها؟ وبتقول الاهلي ينسحب، الاهلي ما بينسحبش. طب والاهلي ينسحب ليه؟ الاهلي ينسحب ليه؟ رضا عبد العال مش عايز الاهلي يلعب الزمالك في ماتش السوبر عشان عارف ان الاهلي هيحط على الزمالك. وبيتكلم على جواب، بيقول لك كنت انسحبت في ماتش الوداد. طب ماتش الوداد ده مين اللي عامله؟ ماتش الوداد مين اللي عامل القلق واللي ضيع البطوله من النادي الاهلي ساعتها؟ مين يا رضا؟ مش اللي ضيع وليد العطار لما جه الجواب وهو خباه في الدرج ولا كأن في حاجه حصلت، والاهلي اضطر ان هو يلعب هناك. طب انا الاهلي يلعب هناك في المغرب ماتش النهائي، مين اللي عمل كده؟ طب ما اتحاد الكوره اللي عمل كده. طب انا انسحب ليه؟ بدل ما تطلع تقول اتحاد الكوره هو اللي عمل كده، جاي تتكلم على الاهلي، جاي تتكلم وتلوم على الاهلي وتقول الاهلي ما انسحبش ليه؟ طب والاهلي ينسحب ليه؟ هي كانت مدبره من الاول. شوف بقى وليد العطار خد كام عشان يخبي الجواب. قال لي مين ان الجواب جه وهو قال له خبيه وانا هراضيك. ما هي معناها كده، ما هي معناها كده. وليد العطار متواطئ، واتحاد اتحاد الكرة بالكامل كله اتحاد فاشل، منظومة كلها فاشلة، منظومة رياضية منيلة من اول الوزارة لحد الوزارة، اتحاد كورة، رابطة أندية، لجنة حكام، كلكم فاشلين. انتوا ما بتسيبوش حتى الحكام الاجانب يقولوا رايهم. ولينا عبره في كلاتنبرج لما الراجل ابتدى ينظم الامور والدنيا تبتدي تمشي، طلعوا فيه القطط الفاطسه، ومرتضى منصور ما سكتش، قعد يتكلم ويطلع لحد ما طفشه. وانت دلوقتي جاي تقول لي انسحب مين يا رضا؟ هنسحب مين؟ بس خليك عادل كده وقول كلمة حلوة. بس انت هتبقى عادل ازاي وانت اصلا طالع تتكلم بتقول ايه؟ نتيجة كويسة لكن لعيبة الاهلي ما تفكرش انها خلاص وصلت. بص بقى، طب مش اطلع يا عم قول مبروك، قول ربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. انت عندك ضغينة كده على طول من الاهلي تعبك، الاهلي عامل لك حرقان، الاهلي دايما مضايقك. ومحمد فاروق اللي طالع يقول لك ان كهربا غلط ايه يا محمد يا فاروق؟ انا والله العظيم ما عارف ازاي انت كنت في يوم من الايام كنت بتلعب في الاهلي. انا مش عارف انتوا بتتحولوا ولا الفلوس بتغير النفوس زي ما بيقولوا. لا بس ما بتغيرش ولاد الاصول، ما بتغيرش المتربي، ما بتغيرش المحترم، ما بتغيرش اللي عنده مبدأ. قناة تن بقى واسلام صادق والناس دي كلها ومحمد فاروق، كله ده بطيخ، كله بطيخ.
طالعين للسبوبه، طالعين عشان المصلحه، طالعين عشان يقطعوا في الاهلي وياخدوا ترند على حس الاهلي. بدل بنقول حاجه على الاهلي خلاص هننجح ونغلط في الاهلي بس بطريقه غير مباشره. غلط فين؟ عشان كهربا قال ايه؟ قال عقده صح، قال حطه صح. قال ايه؟ قال حطه صح، حط الجون صح. مش انا بقول لكم وقلتها قبل كده ان مشكله كهربا مش في كل ده، مشكلتهم قصدي مش في كل ده، مشكله كهربا قصدي بقى في ايه بقى؟ هقول لك معلش انا اسف يعني اتلخبطت. مشكله كهربا انه هو جاب جون في الزمالك، فاحنا لازم نلاقي له اي عقاب، لازم نلاقي له اي عقاب. العقاب ايه؟ راح لجماهير الاهلي. طب ده راح لجماهير الاهلي، ما راحش لجماهير الزمالك، ما غلطش في جماهير الزمالك، راح مع جماهيره بيشجع جماهيره بالجون اللي جابه في الزمالك. ايه المشكله بقى؟ ليه نفندها؟ ولا عشان عايزين نراضي المر؟ ولا عايزين نراضي مرتضى منصور؟ ما هي ما تتقسي غير كده يا صاحبي، ما تتقسي غير كده. وادي رضا عبد العال بيقول لك ايه؟ لا من غير ما تقول احنا عارفين ولعيبه الاهلي عارفه وكولر عارف ده النادي الاهلي، ده النادي الاهلي ما بيفرحوش غير اما الموضوع يخلص. ده احنا بنكسب بطوله يا رضا عبد العال ما بنطلعش نهلل زي الزمالك عندكم كده. ها زي واخدين بطولتين دوري وكاس، عايشين عليهم بقى، عايشين عليهم الوهم، عايشين وعمالين تعيدوا وتزيدوا في الكلمتين بتوع في البطولتين اللي انتوا خدتوهم. فرضا عبد العال هيفضل زي ما هو يا جماعه، مش هيتغير. كابتن خالد بيومي بيقول لك عيديه الاهلي لجماهيره والمصر ذكاء كولر واللاعبين حسب المباراه، ومروان عطيه نجم المباراه وتجهيزات مباراه العوده. مروان عطيه ما شاء الله، مروان عطيه ما شاء الله عليه، من ماتش لماتش ومن تقدم لتقدم، وان شاء الله هيفرق. وخالد عبد الفتاح صفقه حلوه، صفقه تريح الاهلي ان شاء الله، هيفرق وكل ماتش بياخد الثقه. وانا عطيه كل ماتش بيكتسب الثقه، اللي برضه ما هو ده من ضمن اللي الهجاص طلع يتكلم عليهم وعلى مروان عطيه بالاخص. بس ربك يعني سبحان الله، ربك كبير، ربك كبير. بالنسبه بقى للجماهير انا ليا تويته، في تويته للكابتن شوبير بيقول ايه بقى عن الجماهير في مباراه الاهلي والهلال. فعلا كان صوت الجماهير بيبهر جبال في مباراة الأهلي والرجاء، نفس عدد الجماهير ولكن دون صوت تقريبا. أنا مؤكد إن في حاجة غلط، والمفروض إن الجماهير كانت موجودة عشان تشجع وتعاني وتغني وتؤازر. أكيد الناس كانت رايحة تفرح وتعيد. جمهورنا عظيم، بس يا ريت البعض يفهم كده بجد بجد، يا إما بلاها جماهير من الأساس وريحوا دماغكم. طبعا التويته دي ليها مغازي وليها معاني كتير. يعني بنشكر وزارة الداخلية وبنشكر السادة المسؤولين وبنشكر كل حد محترم ساهم في ان الجماهير ترجع تاني في الملاعب، وخصوصا في المباريات المهمة اللي هو النادي الاهلي بيمثل فيها مصر. ليه اللي حصل امبارح في المدرجات ده يحصل؟ جماهير الاهلي جماهير كبيرة، جماهير محترمة، جماهير ولاد ناس. ليه يتعمل اللي حصل ده؟ ليه يتعمل اللي في المدرج ده؟ ليه يا جماعة؟ ليه هو احنا اللي بنخلق او بنفتعل المشاكل؟ حضرتك داخل تفتش في المدرجات ليه؟ طب ما حضرتك بتفتش بره، يعني بتفتش بره والجماهير داخله. ايه لازمته التفتيش جوه؟ ايه لازمته التفتيش جوه؟ وبنقول عايزين الجماهير ترجع. طب هترجع ازاي يا جماعه؟ هنرجع ازاي؟ احنا بنشكر كل الناس اللي بتساهم او بتوافق ان الجماهير تخش، او اللي بيكون لها رأي في ان الجماهير تخش. ده كويس، واحنا طلعنا اشدنا بيكو وبنشيد بيكو وهنشيد بيكو، بس كده غلط. جماهير الاهلي ما تعملش فيها كده يا جماعه. جماهير الاهلي دي جماهير محترمه، جماهير راقيه ما بتغلطش في حد. ليه اللي حصل ده يحصل؟ يعني حاجه بصراحه، حاجه ما ينفعش، وحاجه مهينه، انا كمشجع اهلاوي اروح اتفرج على الماتش يحصل اللي حصل ده؟ اكيد حاجه هتضايقني، يعني اكيد. الدنيا تبقى احسن من كده، عايزين الدنيا تبقى ابسط من كده، طيب هناء
او بنت هناء حمزه مريم مصطفى بتقول لي بقى: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله انا فخوره بكم وافتخر اني واحده منكم واني انتمي لهذا الكيان العظيم الذي اخترته وفضلته بكامل ارادتي. لو عاد بي الزمن لاخترت الملكي من البدايه، واذا كان القدر لم يمهلني المشاركه في هذا الموسم ولم يكتب لفريق التوفيق في هذه البطوله، فهي مجرد بدايه قوية لفريق وجهاز فني عظيم ونادي أعظم جمهور مخلص لحصد البطولات القادمة بإذن الله. الحمد لله دائما وأبدا. طيب أنت أصلا يعني رحتي نادي الزمالك ومرتضى منصور كان طالع يتفشخر بيكم كلكم، خلاص رحتي بقى نادي الزمالك، اثبتي نفسك، ها مالكيش دعوة أو ما تعملش الحركات اللي أنت عملتيها دي. هو أنت أصلا خدتوا السيدات في كرة الطايرة يا جماعة ما خدوش بطولة توحد ربنا في الدوري، ما خدوش كده. مرتضى منصور كان فاكر ان هو ايه بيضايق الكابتن محمود الخطيب، وانا قلتها كان فاكر ان هو بيزعله او عارف انت شغل كده النسا، هو كده. لكن ربك ما بيتعاندش. راحت فين؟ راحت هناك. ده انت كنت في الاهلي بتاخدي بطولات، كنت في الاهلي بتاخدي بطولات، جيت الناحية التانية سبحان الله الأربعة اللي راحوا هناك دول ها تروق عليهم، تروق عليهم. والواحدة اللي جت اللي كانت في الزمالك وجت الأهلي واللي أنا قلت دي ربنا بيحبها وأهلها بيحبوها وأمها وأبوها بيحبوها عشان جت الأهلي، خدت بطولات، خدت حاجات ما كانتش بتحلم بيها، ما كانتش بتاخدها في الزمالك. كفايه الاحترام، كفايه التقدير، كفايه ان رئيسهم الكابتن محمود الخطيب. شوف بقى الناحيه التانيه مرتضى منصور، اهانات، بهدله، اي حاجه اي حاجه. ده الاهلي اللي عمل اسم امك واسمك، الاهلي اللي عمل اسم امك واسمك، يلي بتعدي على سياده الوزير العمري بيه فاروق عضو مجلس اداره النادي الاهلي ولا بتسلم عليه، ولا البنات برضو الاربعه اللي عدوا دول ولا سلموا ولا يهمونا ولا يخصونا في حاجه، ولا يخصونا في حاجه، ولا يخصونا في حاجه، ولا عايزينهم اصلا، ولا الاستاذ العمري فاروق يستعنى ان هم يقفوا حتى جنبه. انت ليك الشرف ان انت تسلمي عليه، ليك الشرف ان انت كنت تقفي جنبه، ليك الشرف. مفيش اخلاق يا جماعه، يعني مفيش اخلاق. لازم الاخلاق دي ايه؟ هي الرياضه ايه؟ ما الرياضه اخلاق برضو، رياضه اخلاق. خليكي بقى في الزمالك وخليكي في النادي الملكي بتاعك وشوفي ايه اللي هيحصل، وشوفي ايه اللي هيحصل. ربنا صعقكم صعقه وفي ايه، وسبحان الله وفي ليله العيد يتعيد عليكم بقى، انتوا اللي يتعيد عليكم. مبروك لكل جمهور الاهلي العظيم، مبروك لشعب الاهلي، مبروك لجمهوريه الاهلي الفوز امبارح، وان شاء الله من فوز لفوز، وان شاء الله يوم السبت نفرح ان شاء الله بالصعود ان شاء الله اللي بنسبه كبيره. وزي ما قلت الصعود هيكون النهائي، هيكون الصعود النهائي هيكون في المغرب، الصعود النهائي هيكون في المغرب ان شاء الله، ونفرح هناك ونحتفل ان شاء الله. ونقابل بقى الترجي واللي جاي، واللي خايف يروح، واللي خايف يروح. اما فرقه سان داونز دي ليكوا رؤى، العبوا كده وخبطوا وتحفوا في الناس كلها، لان احنا بيننا وبينكم طار كوره لازم نخلصه. ولعيبه الاهلي ما بتسيبش حقها، ولا النادي الاهلي بيسيب حقه، ولا جمهور الاهلي بيسيب حقه. وهنعلم عليكم ان شاء الله، احنا اللي هناخد منكم البطوله ان شاء الله. يكون النهائي بين الاهلي وصن داونز، وان شاء الله الاهلي عشان يبقى ايه بقى الصفعه الكبيره ان ياخد منهم البطوله. طبعا مش بنقول ان هم فرقه اي كلام، لا دي فرقه كبيره وفرقه محترمه وعندهم مدرب مجتهد، وبصراحه حركاتهم في الملعب 10/10، فرقه جباره وفرقه جامده. بس الاهلي اكبر واجمد، وان شاء الله الاهلي ياخد منهم البطوله. بس هم يكملوا، بس كملوا انتوا واحنا ان شاء الله معاكم للاخر. اعظم جمهور لاعظم نادي في الكون، الاهلي فوق الجميع، الاهلي القمه، اسم على مسمى. ما تنساش يا صاحبي لو عجبتك الحلقه تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير حلقه في كل مكان، وتشرفني بتعليقك على الفيديو ولايكك المتين. يا اهلاويه محتاج دعمكم جدا، محتاج الدعم كتير. انا عارف انكم بتدعموني، بس محتاجين دعم اكتر عشان القناه تظهر لكل الناس. لايكاتكم هي اللي هتوصل الفيديو لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والاهلي فوق الجميع.